أهلا بيكم. حلقة النهاردة بتهم كل الشيفات سواء رجال أو سيدات. هو فعلا طهي الأكل على البارد أفضل كقيمة غذائية وطعم وأروما وكل حاجة؟ ويا ترى تتبيلنا للأسماك والدواجن واللحوم والكبدة، كل المنتجات دي لما بتتبل، وفي منتجات تانية كمان تتبيلها بيكون بيضيف قيمة غذائية أعلى وبيدي طعم أروع. السؤالين دول هنجاوب عليهم مع بعض دلوقتي بأسلوب علمي مبسط جدا. يعني ايه عملية طهي للطعام؟ الحقيقة ان الطهي للطعام ان انا بحاول اشوف طريقة استخدمها بتدي طراوة للأنسجة النباتية او الحيوانية، طراوة عشان اقدر اقطعها، اقدر امضغها، سهلة الهضم. وده بيتم بأساليب كتيرة. الحرارة واحدة من الأساليب دي، واحيانا التمليح، واحيانا التجفيف. وسائل الطهي متعددة جدا، لكن نتكلم النهاردة عن الحرارة. وان انا لما بستخدم حرارة عالية، احنا قلنا انها اسلوب من اساليب طراوة الانسجة النباتية او الحيوانية. وانا بطبخ بضيف بوجود الحرارة بعض المركبات الكتير اثناء الطبخ، اللي بيضيف ملح واللي بيضيف صوص وطماطم، واحيانا بيضيف صنفين غذائيين مع بعض في مثلا شوربة الخضار. او المهم ان الحرارة بتمكنني من اعداد وجبات بطريقة انا بحبها. حتى طراوة الأنسجة دي بتبقى بقدر يختلف من شخص لشخص. واحد يحب الحاجة اللي بياكلها طرية قوي أو بسرعة بتدوب على طول في بقه، أو حد يحبها أقل في الطراوة دي، واللي بيحب رز مفلفل واللي بيحب رز لا مستوي قوي. بنختلف في عاداتنا وطباعنا، لكن المهم إن درجة الطراوة اللي بتتم بنستخدم فيها الحرارة. لو الحرارة عالية بتعمل حاجتين: بسرعة بتأثر في الأنسجة الملاصقة ليها وبالتالي بتسبب طراوتها، لكن مع الطراوة دي بيتغير لونها. الناس اللي بتستخدم حرارة عالية بتلاقي الصينية من تحت يبدأ لونها يتغير ويبقى قريب من البني أو يتحرق. لو اللي فوق نفس الموضوع، لو أنا عرضت الأكل بتاعي للحرارة من فوق بيبقى ده نفس الموضوع. لكن المركز المادة الغذائية اللي بعمل لها عملية طبخ أو نضج أو طهي بأسلوب جيد، المركز بتاعها الحتة اللي في النص مش هتبقى استوت، الحرارة مش هتأثر عليها زي ما أثرت على الأنسجة اللي فوق، وهتبقى مشكلة كبيرة. الأكل مستوي من فوق ومن تحت لكن في النص مش مستوية. وحتى التشرب للسوائل اللي موجودة، لو أنا بعمل مكرونة بالبشاميل أو بعمل أي صنف غذائي، هلاقي الأكل من جوه لسه ما استواش. كتير جدا من الناس اللي بتعمل لحوم من فوق مستوي، وتلاقي فيه حتى دم في أنسجة الذبيحة من الوسط. يبقى الحرارة العالية لا يمكن أبدا نقدر نظبط بيها معدل طهي الأغذية بدرجة عالية. طيب الحرارة الباردة إيه اللي بيحصل؟ بترفع درجة الحرارة تدريجيا من غير ما تأثر على لون المركب الغذائي، وبتبدأ يحصل تبادل حراري لعند ما بيوصل لمركز المنتج الغذائي أو المادة الغذائية اللي أنا بعملها عملية طهي، وبيتم الإنضاج للخلايا تدريجي من غير ما أتفاجئ إن أنا عندي تغير في اللون. ناس كتير وستات كتير يقولك أنا هبدأ أعلي النار في أول الطبخ، ومجرد ما يحصل فوران أهدي النار جدا. والناس اللي بتعمل قهوة على نار هادية، والناس اللي بالحقيقة أشهى وأفضل عمليات إنضاج الطعام هي اللي بتتم على نار هادية، بتدي أروما عالية جدا، واللون اللي بيبقى ناتج من المادة الغذائية دي غاية في الروعة والتناسق. طيب موضوع التتبيل بقى. التتبيل أنا بضيف مركبات كتير: ليمون، زعتر، بضيف لوري، بضيف مركبات وتوابل عديدة جدا، طماطم، شطة، فلفل. انت وذوقك في التتبيل. لكن مهم ايوه، لان كل المركبات النباتية الطبيعية دي بتكسب المادة الغذائية اللي انا بتبلها. املاح معدنية، فيتامينات، بكسبها مضادات اكسدة، بكسبها طعم وريحة رائعين جدا، ودي لا يمكن اضيعها ابدا. لكن في حاجة تانية مهمة: لما بضيف كل الأروما دي مع نسبة من صوص الطماطم أو من المية أو من الألبان، بتقدر وأسيبهم فترة. طبعا التتبيل بيتم ساعات، تختلف من شخص لشخص ومن مركب غذائي لمركب غذائي آخر، لكن بسيبها ساعات. في الساعات دي بتملى
الأروما أو المركبات التتبيلة دي المسافات البينية اللي بين الخلايا سواء نباتية أو حيوانية في اللحوم والدواجن والكبد. كل الكلام ده الأنسجة دي بتتملي من السائل اللي احنا ضفناه في التتبيلة دي. طيب يبقى أصبح في كم من السوائل موجودة في المسافات البينية دي. عند رفع الحرارة بشوي بقى أو بأطبخ بالسلق أو كده، بتفاجئ بشيء جميل جدا. الغلي أو الغليان اللي كان بيتم في المركب من بره فقط، لا، ده السوائل اللي جوه الأنسجة دي كمان بتغلي معايا، وبالتالي بيتم عملية الطهي بأسلوب متناسق جدا. كل الأنسجة يتم طهيها مع بعض، بتاخد وقت أقل في الطهي وبتاخد لون أروع، والسوائل دي محملة بكم الروائح الجميلة والأملاح المعدنية المهولة الرائعة اللي جاية من التوابل، وبالتالي أنا دخلت القيمة الغذائية ودخلت النوافع جوه الأنسجة. كل قطعة هاكلها هشعر فيها بمتعة الطعم وبلذة رائعة جدا. وأنا بقول إن ستات البيوت الشاطرة والشيفات المتميزين جدا بيعتمدوا على الحاجتين دول: التتبيل الكويس ويتفننوا فيه وبالمدة الزمنية المعينة وبتركيبة التتبيلة نفسها، وكمان إن الأكل يطبخ على نار هادية. لو قدر يجمع الاتنين دول بثقافة وبخبرة، هو أصبح شيف متميز جدا أو ست بيت متميزة جدا، أكلها لا ينسى وقيمته الغذائية لا تنسى، ودايما في صحة وسعادة. سعيد متولي، خبير الصحة العامة والتغذية. أهلا بكم. حلقة